السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معلش لو انا بغيب عنكم كتير، طبعا بنزل فيديوهات من وقت للتاني بس كل فترات، وساعات بنزل ورا بعض. فبشكر كل الناس اللي سألت وقالت لي انت ما بقيتيش تنزلي فيديوهات ليه، واهتمت وكانت بتسألني يعني مش هتنزلي لنا حاجة تاني ولا لا. انا بشكركم جدا جدا. بس والله غصب عني انا قبل كده كتير حصلت الحكايه دي، انزل فيديوهات واغيب شويه وارجع شويه، لان انا عندي اطفال صغيرين، ربنا يخليهم لي يا رب، ويخلي كل اللي عنده اطفال ويدي كل اللي نفسه. بس انتوا عارفين هم اهم حاجه في حياتنا. فطبعا لما بحس ان انا ممكن اليوتيوب ياخدني منهم عامه، يعني النت كله، انا ما بقعدش على اشوف فيديوهات او اي حاجه. لمّا باحس إن أنا وقتي مش سامح، عشان هُم دلوقتي في دراسة وفي مرحلة برضه مهمة، لسه في مرحلة التأسيس دي بتبقى مهمة جدًا، أنتم عارفين. هُم في ابتدائي بس محتاجين رعاية واهتمام. فلمّا باحس إن أنا ممكن أقصّر معاهم، باغيب شوية وباشوف الأولوية. يعني أنا عندي هُم بصراحة أولوية في حياتي. هُم لازم أكون مهتمية ببيتي وبأولادي، لو حاسة إن في حاجة هتعطّلني عنهم طبعًا بابعد عنها. إنما اليوتيوب ما أقدرش برضه القناة بتاعتي ما أقدرش أستغنى عنها. كل برضه وقت للتاني بارجع عايزة، وحشني جدًا إن أنا أتكلم معاكم، إن أنا أنزّل حاجة. بس لمّا باحس إن هو الوقت بتاعي مش سامح، بارجع طبعًا إن أنا أهتم بولادي أفضل. وبعد كده بارجع برضه تاني، بارجع لكم، عمري ما أستغنى عنكم، وأنا عارفة إن أنتم بتستنوا فيديوهاتي. وناس أنا باشكركم كلكم، وباشكر الناس اللي بتعمل لايكات، وباشكر الناس اللي مشتركة في القناة. وإن شاء الله تكبر أكتر وأكتر، وبادعي ربنا إن أنا المرة دي أفضل معاكم يعني فترة، يعني على طول. ما اغيبش كتير زي الأول. فباتمنى بقى تشجعوني، يلا عايزة اشوف لايكات كتيرة، عشان وحشتني جدا ان انا اشوف تعليقاتكم واشوف اللايكات واشوف الحماس كده. بتشجعوني بصراحة لما بلاقيكم ان انتم مشجعيني وحاطين لي لايكات وتعليقات جميلة من اللي انتم بتكتبوها دي. ربنا يدومكم في حياتي ان شاء الله، ونزيد اكتر، والعيلة بتاعتنا تكبر اكتر واكتر. ان شاء الله. عندي احساس باذن الله ان احنا المرة دي يعني، او انا راجعة المرة دي كده باذن الله، عندي حماس ان القناة باذن الله تشتغل. وربنا، والتوفيق طبعًا بتاع ربنا. يعني إحنا بنعمل اللي علينا، وكل حاجة بتاعة ربنا. ربنا اللي كاتبه لنا بنشوفه، والخير كله ربنا إن شاء الله كده إيه، يجعله في طريقنا دايمًا يا رب. ربنا يخلّي لي برضه الناس اللي بتشجعني بصراحة، يعني إخواتي وأهلي وناسي كلّهم بيشجعوني. وجوزي ربنا يخلّيه لي طبعًا. يعني لمّا بانزّلش فيديوهات باحسّه زي الناس الغريبة كده، اللي هو بيقول لي إيه يالّا بقى أنتِ بقى لِك كتير ما نزّلتلناش حاجة، ما يعني بيحب برضه بيشجعني بصراحة، بيحب يشجعني برضه على فيديوهاتي اللي بتنزل. ربنا يخليه لي ويديمه في حياتي يا رب، ويخلي لي اولادي، وما يحرمناش من اي حد غالي علينا. انا هنا كده كنت حبيت ان انا اشارككم بس في شويه المواعين اللي انتوا شفتوها دي. انا كنت اليوم دوت جايه من السوق، فما كنتش عامله حاجه. فجيت بقى طبعًا على ما رتّبت التلاجة ورصيت الحاجة اللي أنا جبتها. فكانت المواعين بقى قد كده، بعد ما اتغدينا وخلّصت كل اللي ورايا، ده كان آخر اليوم. يعني آخر اليوم لمّيت بقى المواعين بعد ما خلّصت التلاجة ونضّفتها، ورصيت الحاجة اللي أنا جبتها من السوق. طبعًا ما عرفتش إن أنا أصوّرها لكم، ما كنتش لسه خدت القرار إن أنا أرجع تاني أصوّر. أنا اليوم ده رُحت من السوق وجيت واتغدينا، وكنت جايبة لهم سمك جاهز، يعني كنت شاوياه في السوق، قُلت عشان مش هيبقى في وقت. وكانت عندي طبعًا حاجات كده بواقي أكل من قبلها بيوم، فعلى ما فضّيت الحلل والصواني والكلام ده، يعني المواعين اللي كانت موجودة والصواني والحاجات دي، كانت طبعًا بسبب إن أنا كنت جايبة سمك وحاجات برضه من السوق. فكنت باغسل الحاجة على ما رصيتها وخلّصتها. ففي الآخر خالص اليوم جيت أغسل المواعين، فقُلت إن أنا أشارككم يعني في إن أنتم تشوفوني وأنا باغسل المواعين، ونتكلم شوية مع بعض. وهنا كنت عاملة لهم شوية كده دوناتس. هانزّل لكم مرّة الطريقة بتاعتها، أنا قُلت أورّيكم كده منظرها، واللي مشتاق يعرف الطريقة والمقادير بتاعتها يكتب لي في التعليقات. هنا كانت في الفرن، أنا عملت الدوناتس الاقتصادية اللي هي بتتحط في الفرن، مش بتتعمل في الزيت. يعني اللي حابب الطريقة دي هانزّلها لكم طبعًا لغلو الزيت. الزيت بقى غالي جدًا، والناس طبعًا بتدوّر على الحاجة اللي تبقى اقتصادية شوية. فمش هنحرم نفسنا من حاجة، هنعمل كل حاجة، وممكن نقدر نعمل كل حاجة ونوفّر برضه. في نفس الوقت مش هنهدّر في الحاجات اللي هي ممكن شايفينها غالية أو حاجة من دي. أنا بصراحة بافضّل إن أنا مخبوزاتي كلّها تبقى في الفرن، مش من أجل الزيت بس. أنا ما باحبش المخبوزات يبقى فيها زيت كتير، لإن أنتِ مهما حطيتِ حاجة تحتيها اللي هي مناديل اللي هي بتشرب الزيت أو الكلام ده، برضه ما بتطلّعش كمية الزيت اللي بتبقى داخلة في العجينة نفسها. فأنا شايفة أفضل حاجة إن أنتِ لمّا تعملي المخبوزات تعمليها في الفرن، طعمها بيكون أحلى وبتكون خفيفة جدًا. يعني أنا بصراحة عملت قبل كده كتير الدوناتس اللي هي بتتحمّر في الزيت، ما لقيتهاش بصراحة أحلى من الدوناتس اللي بتتعمل في الفرن، لقيتها خفيفة. شفتوها أنتم طبعًا لمّا ساندي اللي مسكت الدوناتس وهي كانت بتفرّجكم وأنا باصوّر.
كنت هنا في آخر اليوم خلّصت الدوناتس عملتها، وكنت خلّصت المواعين وخلّصت البيت، فقعدنا قعدة حلوة كده بالليل قدّام التلفزيون، عملت شاي ليّا والأولاد ولجوزي وكلنا، وقعدت بقى جبت لهم الدوناتس حطيتها لهم. شُفتوا طبعًا الدوناتس عاملة إزاي، أنا عملتها رشيت عليها سُكّر، ممكن تعمليها بالشوكولاتة وممكن تعمليها بكذا طريقة تحطي عليها، وممكن تحشيها مربى. هانزّل لكم كل الطرق دي إن شاء الله في حلقة لوحدها، هانزّل لكم الطريقة بتاعتها وهاعملها لكم بكذا حاجة. دي أنا كنت حبيت أوريها لكم بس كدهوّة إن كانت اليوم بتاعنا ماشي إزاي، وطبعًا ليها وقت للتخمير وكل حاجة، كل ده إن شاء الله هانزّله لكم في حلقة لوحدها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا ريت ما تنسوش الاشتراك واللايك، وأشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله مع دلّعي مطبخِك مع نانسي. هتوحشوني جدًا، باي باي.